في منطقة جبلية كان في مجموعة من الصحاب اللي قرروا يطلعوا الرحلة دي بعد ما سمعوا إنها معروفة بجمالها الطبيعي وشلالاتها الساحرة ومناظرها الخلابة. لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن كان في حاجة بتختفي بين الأشجار، نفق قديم كان مليان بالغموض والرعب، واللي يقرب منه يا إما بيطلع مجنون أو بيموت ومش بيرجع أبدا. ودي قصة لعنة النفق. كان في مجموعة من الصحاب، إبراهيم وسعيد ومنى وهند، قرروا يروحوا رحلة استكشافية لمنطقة جبلية معروفة بجمالها الطبيعي وشلالاتها الساحرة. كانوا ماشيين على الطريق المرسوم مبهورين بالمناظر الطبيعية، والضحك والهزار كان بين الصحاب كان مالي المكان. وفجأة إبراهيم قال: إيه رأيكم نخرج عن الطريق اللي احنا عارفينه ونجرب نشوف الشلال من زاوية تانية، يمكن نلاقي حاجة مميزة ولا حاجة. منى ترددت وقالت: مش عارفة يا إبراهيم، المكان شكله هنا آمن ومفيش أي حاجة، بس دايما مش بيجي بعد الفضول ده إلا المصايب. بس ماشي، يلا نجرب. بدأوا يمشوا في الطريق الجديد، والشجر اللي تحس ورقه تقيل كان بيحجب عنهم إنهم يشوفوا قدامهم. بعد شوية مشي لقوا نفق قديم مخفي بين الأشجار. سعيد قال: ده شكله نفق قديم يا جماعة، يمكن نكتشف فيه أسرار، يمكن نلاقي فيه كنز محدش يعرف، يلا نشوف إيه جواه. هند كانت مترددة وقالت: يا جماعة شكله مرعب جدا، مش لازم نخش، ما تيجوا نمشي. بعد شوية محاولات أقنعوا هند. دخلوا النفق بحرص، وكانت الدنيا جوه ضلمة، وكل ما يتقدموا أكتر المكان بيضيق، وكانوا حاسين بالرعب بتزيد، لكن فضولهم كان بيشدهم إنهم يكملوا. فجأة بدأوا يسمعوا أصوات غريبة زي همسات مش مفهومة وصدى صوت جاي من بعيد، وجو المكان بقى مرعب أكتر. إبراهيم قال بصوت واطي: في حاجة مش طبيعية هنا، خلينا نرجع. لكن كان واضح إن الرجوع مش هيكون بالساهل زي ما كانوا فاكرين. النفق كان طويل والضلمة كانت بتزيد، والأصوات الغريبة كانت بتقرب منهم. الصحاب كانوا متوترين وحاسين إنهم اتورطوا في حاجة أكبر منهم. كل واحد فيهم كان بيحاول يثبت أعصابه، لكن الخوف كان باين على وشهم، وابتدت المغامرة تتحول لكابوس مرعب. إبراهيم وسعيد ومنى وهند كانوا متوترين وهم ماشيين في النفق الضلمة، وكل خطوة كانوا بياخدوها كانت بتحسسهم إنهم أقرب لحاجة مخيفة. الأصوات الغريبة بدأت تزيد، كأنهم سمعوا أصوات لرجل كائن عملاق ماشي بهدوء، والصوت بيقرب عليهم. فجأة سمعوا صوت حركة سريعة جاية من قدامهم، وقفوا كلهم في مكانهم ورعبهم كان باين على وشوشهم. سعيد قال بصوت مرعوب وهادي: في حد هنا؟ بس مفيش حد رد. رددها مرة تانية: في حد هنا؟ الصوت كان بيقرب، وفجأة ظهر قدامهم كائن بشع شكله مرعب، عيونه حمرة، شكله مش طبيعي. منى صرخت وقالت: نجري، لازم نجري من هنا حالا. بدأوا يجروا بأقصى سرعة، والكائن كان بيطاردهم من غير ملل. إبراهيم كان بيجري وهو ماسك إيد منى، وسعيد كان بيحاول يجر هند اللي كانت بتعيط من الخوف. النفق كان بيضيق كل ما يتقدموا، وكأن الكائن كان بيقدر يتحرك فيه أسرع منهم لأنه قرب منهم بسرعة. فجأة منى اتكعبلت ووقعت على الأرض. إبراهيم حاول يساعدها تقوم، لكن الكائن كان أسرع وسحب منى في الضلمة بسرعة. إبراهيم صرخ: منى، منى! بس مفيش فايدة، منى اختفت جوه الضلمة والكائن اختفى معاه. الصحاب كانوا في رحلة صدمة وحسوا بالرعب بيزيد جواهم. سعيد قال وهو بيحاول يسيطر على خوفه: لازم نكمل ونخرج من هنا قبل ما يحصل لنا نفس اللي حصل مع منى. هند كانت مرعوبة وقالت بصوت مهزوز: ما ينفعش نسيبها، ما ينفعش، لازم نرجع ليها. إبراهيم كان مضطرب وقال: مش عارف نعمل ايه، مش عارف نعمل ايه.
بس لازم نخرج من هنا دلوقتي، الكائن ده مش هيقف لحد ما يمسكنا كلنا. بدأوا يجروا تاني بأقصى سرعة، وكل خطوة كانت بتحسسهم إنهم أقرب للنهاية المرعبة. كانوا عارفين إن النفق ده مخفي أسرار شريرة، وكل اللي يقرب منه هيواجهوا مصير مرعب. بس دلوقتي كان لازم يهربوا بأي طريقة. الأصوات المخيفة في النفق كانت بتزيد، كل ما يجروا أكتر الرعب كان بيحاصرهم. إبراهيم وسعيد وهند كانوا بيحاولوا يلاقوا طريق للخروج من الكابوس ده، لكن الكائن كان دايما وراهم مش بيسيبهم لحظة. فجأة الكائن ظهر تاني قدامهم، وعيونه الحمراء كانت بتلمع في الضلمة. سعيد حاول يواجهه بشجاعة وقال: احنا مش هنسيبك تاخد حد تاني مننا. الكائن هجم على سعيد بسرعة مخيفة، وبدأت المعركة بينهم. إبراهيم وهند كانوا واقفين في حالة صدمة، مش عارفين يعملوا ايه. إبراهيم قال: بسرعة لازم نساعد سعيد. لكن قبل ما يتحركوا الكائن كان أسرع وسحب سعيد في الضلمة زي ما عمل مع منى. هند عيطت بصوت عالي وقالت: مش ممكن، لازم نخرج من هنا قبل ما يكون دورنا. إبراهيم مسك إيد هند وقال: نجري بأقصى سرعة، مفيش وقت إن احنا نتردد. جروا هما الاتنين، والنفق كان ضيق وضلمة، والأصوات كانت بتحاصرهم من كل ناحية. ووقت الجري شافوا ضوء ضعيف في نهاية النفق. إبراهيم قال: شايفة الضوء ده؟ ده ممكن يكون طريق الخروج. هند قالت: يلا نجري، يمكن يكون ده خلصنا من اللي احنا فيه. وهم بيقربوا من الضوء حسوا إن الكائن بيقرب منهم أكتر. الرعب كان بيسيطر عليهم، لكن كانوا لازم يكملوا الجري. وأخيرا وصلوا لنهاية النفق وخرجوا للنور. لكن قبل ما ياخدوا نفس عميق سمعوا صوت مرعب جاي من وراهم. الكائن كان لسه بيطاردهم، وعارفين إن الخطر منتهاش. إبراهيم قال: لازم نتحرك بسرعة ونبعد عن المكان ده تماما. بدأوا يجروا بعيد عن النفق، وهم بيتمنوا إنهم يقدروا يهربوا من الكائن الشرير ده. الرعب كان لسه موجود في قلوبهم، وعارفين إنهم هيفضلوا فاكرين الليلة المرعبة دي طول حياتهم. بعد ما خرجوا من النفق كانوا بيجروا بأقصى سرعة، والشمس بدأت تطلع والنهار بيبان، لكن الرعب كان لسه مالي قلوبهم، والكائن المرعب كان دايما على بالهم. قرروا إنهم لازم يبعدوا عن المنطقة دي تماما، فبدأوا يدوروا على طريق يخرجهم من الغابة. وهم ماشيين بسرعة لقوا طريق صغير بيودي القرية قريبة. إبراهيم قال: لازم نوصل للقرية دي، يمكن نلاقي حد يساعدنا. ووقت ما كانوا ماشيين هند كانت بتفكر في سعيد ومنى، والدموع مالية عينيها. قالت بصوت حزين ومكسور: مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن نسيبهم كده، لازم نلاقي طريقة نرجعهم. إبراهيم رد عليها وقال: أنا مش قادر أستوعب اللي حصل، بس لازم نطلع منها احنا الأول علشان نقدر نساعدهم. لما وصلوا للقرية قابلوا شيخ كبير في السن وحكوله على اللي حصل في النفق. الشيخ كان بيبص ليهم بقلق وقال: النفق ده معروف عنه إنه ملعون، واللي بيقرب منه بيكون مصيره بشع، بس في طريقة ممكن تساعدكم. الشيخ شرح ليهم إن في تعويذة قديمة ممكن تقدر تخلصهم من الكائن ده، بس لازم يرجعوا للنفق ويواجهوه تاني. هند كانت خايفة، لكن إبراهيم قال: هنعمل أي حاجة علشان نخلص من الكائن ده ونساعد أصحابنا. رجعوا للنفق مع الشيخ ومعاهم التعويذة. دخلوا للنفق بحرص، والكائن كان مستنيهم. الشيخ بدأ يقول التعويذة بصوت عالي، والكائن كان بيصرخ بصوت مرعب ومليه الألم. لكن فجأة الكائن هجم على هند وسحبها وسط الضلمة. إبراهيم حاول ينقذها، لكن الشيخ مسكه وقال: ما ينفعش، لازم نكمل التعويذة. بصوت مخنوق وعينيه ملياها الدموع إبراهيم كمل مع الشيخ التعويذة، وأخيرا التعويذة انتهت والكائن اختفى. إبراهيم كان واقف في حالة صدمة، فقد صحابه كلهم، وده خلاه يحس بالذنب والحزن. رجع إبراهيم للقرية، كان عايش بذكريات الرعب والندم.
النفق فضل موجود كتحذير لكل اللي يفكر يقرب منه عشان محدش يواجه نفس المصير المأساوي. إبراهيم عاش بقية حياته وهو بيحكي قصة الرعب دي كتحذير لكل الناس عن خطورة الفضول والمغامرة في الأماكن الملعونة.